كابتن رضا، نروح على المباراه. نروح. اول هزيمه لفيتوريا. هو لاعب مين عشان تبقى اول هزيمه؟ لاعب مين ايه؟ يعني هو كان لاعب مين قبل كده؟ اول مره عنده مباراه كانت في التصفيات المؤهله لكاس الامم. هقول لك بس مباراه وديه امام منتخب بلجيكا المصنف. يا عم ما ترحمونا بقى، ما تسيبونا من الاونطه دي. كابتن مش اونطه. ماشي كسب منتخب رايح كاس عالم بيلعبك وهو منتخب مصنف بتكسبه. طب وانت خسرت ليه النهارده؟ ماشي، ما انا جاي لك بقى. طيب ما انا بقول لك اهو. بص انا مش عايز نقعد نطبل ونتصدم. انا بسالك سؤال. لا استنى بس. ونتصدم زي ما اتصدمنا ساعه كيروش. اتصدمنا ولا ما اتصدمناش؟ كيروش وصل للمباراه النهائيه يا كابتن في افريقيا. يا راجل لو كان لاعب مين؟ ما انا بقول لك لا كان لاعب مين؟ ايوه انت عمال تلعب وتلعب على فكره كسب المغرب. ماشي. هي دي الفرقه الوحيده اللي كسبتها. يعني اهو عشان صلاح كان فايق هو وتريزيجيه هم اللي كسبوه صح؟ طيب جيت بعد كده كله ضربات جزاء انت وربنا والشناوي. طب عشان ما ننساش بس كوت ديفوار والكاميرون انت برضه كسبتهم صح ولا غلطان؟ ضربات جزاء. لا طب ما انت خسرت من السنغال ضربات جزاء. ماشي، ما انتوا المفروض تكسبها. كنت المفروض تكسبها. ماتش يا كابتن ماتش. لا مش ماتش بص هنقعد. طب وصلك. انا ما بطبل. مش هو كان جاي عشان يوصلك ولا هنطبل للراجل ده. لان في الاخر احنا عايزين مش كروش ده كلكم يكسب بطوله الامم ويوصل كاس عالم وياخد مركز كاس عالم. مش انت قلت كروش ده جاي عشان يودينا كاس عالم؟ مش انتوا كنتوا بتقولوا كده؟ تمام. حصل ولا ما حصلش؟ ده العقد بتاعه. اول ما خلص وخسرت كاس عالم خد شنطته ومشي وسابك. واحنا اللي بنشيل الهم وبنقعد نقول لكم انتوا عاملين البرامج الرياضيه دي ليه؟ مش عشان الناس تستفاد وعشان ان الدنيا تتغير عندنا؟ صح ولا غلط؟ واحنا لما عمليه النقد ده مش نقد، احنا بنقول حاجه عشان الناس تنتبه وتشوف. هو الراجل ده مش مدرب وانا مدرب. ماشي. هو الراجل ده مش لاعب منتخب. هو انت مش عايزه يخسر يعني يا كابتن؟ ايوه ما يخسرش، ده مصر. هقول لك على حاجه النهارده. لا معلش بس دي تونس ب 40% من قوتها، خلي بالك. ليه يا كابتن؟ ده النهارده تشكيل هايل اللعب بيه يا حبيبي. ماشي بس تونس بقالها فتره بتعمل احلال وتجديد من بعد كاس الامم وكاس العالم. ما فيش بس اللي هو المساكن. وهتلاقي كله لعيبه صغيره وكله لعيبه اول مره نسمع اساميها. سيبك من علي معلول، واخد بالك؟ انت هنا بقى قدمت مين؟ محمود حماده؟ اقسم بجلاله الله ما يلعب مركز شباب. وبقول لك ويزعل يتضايق. هو مش غلطته. ده لعيب. هو مش لعيب بيمثل مصر. حبيبي اسمعني، مش عايزين نقول على اولادنا كده حبيبي. لا اسمع كلام. لا بص هي قول ان هو يعني ما يخشش المنتخب. ما لسه هقول لك اهو. مش غلطته. هي غلطه الراجل اللي بيختار. محمود حماده لما نزل النهارده والماتش اللي فات قول لي اديني ايجابيه واحده. مش هتلاقي. بس هي مش لاعب. قول لي اسباب هزيمه النهارده. الهزيمه 3 وهي مش فقط يعني احنا بنتكلم هزيمه 1-0 مبلوعه، لكن لا مش مبلوعه. بتتغلب ب3. مش مبلوعه. هو عشان تعرف ان الراجل ده فاضي فنيا. ايه الاسباب؟ ايه الاسباب؟ تشكيله غلط، تغييره غلط. هو واخدها فتحه صدر عشان الناس اللي بتقول لك ايه ده من 2019 لغايه دلوقتي ما خسرش مباراه. هو لاعب مين؟ اول فرقه يلعبها ب 40% من قوتها بتكسبك 3-1. امال بقى لما هتخش بقى في التقيل في افريقيا بقى هتخش ده ربنا يستر في تصفيات كاس العالم. ما انت الماتش اللي فات بتاع اثيوبيا لما انت كلمتني وعملت معايا مداخله قلت لك ايه؟ النهارده مش اختبار حقيقي، ده نص اختبار حقيقي. لا بس انت قلت لي ان ممكن يبقى في اختبار حقيقي في الماتش اللي جاي تونس. ماشي انا فاكر ما عشان كده كان مريح صلاح. واخد بالك؟ وانت ظلمت صلاح وانا بقول لك من خلالك اهو يا صلاح ما تجيش تلعب الماتشات الوديه دي بتقللك. كل الناس هقول لك بس لاجل النبي اسمعني بس. جاي منتخب اسمعني بس. ده شرف كبير يا كابتن يا حبيبي على عيني وعلى راسي. طب ما انت سايب حتى لو هيلعب ماتش ودي يا عم سيبنا كمل بقى ولا اقوم امشي. حاجه ما ينفعش. لا اقول لك اقول لك ليه. لا اسمع بس لا اسمع بس. ما هو انت اصلا في ناس قاعده لصلاح هنا النقاد اللي هم يعني هيحملوه هو الهزيمه. ايوه اقسم بالله خش على كل المواقع هتلاقي بيقول لك صلاح عمل ايه النهارده. كل المواقع سايبين فيتوريا وسايبين حسام انا همشي ولا السوشيال ميديا يا كابتن يا حبيبي. لا ده نقاد ده ناس السنه دي بالذات ممكن ياخد احسن لاعب في العالم. ما ينفعش ان احنا نتكلم كده اصلا. انت بقى بتتكلم عليه النهارده وبتقيمه النهارده ينفع؟ واللي بقيمه ده ما لعبش كوره ينفع؟ وما نعرفوش اسمه ايه بس صحفي واعلامي. ما هو ده اللي مبوظ الكوره في مصر. كل واحد دلوقتي عنده تليفون
عنده قلم بيقعد يكتب وهو ما مارسش كره قدم. ما دي المصيبه. ولما تيجي انت تقول مثلا كابوريا ده، اول ما جه قلت لك ايه؟ مين كابوريا؟ على فيتوريا. لما قلت لك فيتوريا ده كابوريا ده بعد ماتش ولا 2 قلت لك انا شايف ان هو قليل، وان جاي هو حد شرح له طبيعه المصريين، اقعد في شاور ويزعق ومش عارف ايه هياكل مع الناس. يا راجل ده النهارده تغييراته تسد النفس، تغييراته النهارده تعرف ان هو ما عندوش فكره، اقسم بجلاله الله وماشيه. بص مصطفى محمد اختياره جه من نجم كبير زي كابتن حازم، فعارف قدراته على فكره يعني. مين اللي عارف قدراته؟ كابتن حازم لما يا راجل ده منك لله يا حازم. انا بقول لك بقى منك لله يا حازم. ده اسمع بس والله العظيم على قولة ان انت لعيب كوره. اسمعني بس. كابتن حازم نجم كبير جدا يا عم ماشي في الكوره. هو الراجل شاف ده من افضل المدربين في الوقت ده، فمضى معاه 4 سنين، فما ينفعش ده عشان نسكت، عشان نسكت. هو يلجمنا. نجم كبير جدا. مين؟ حازم يا عم على دماغنا كلاعب كوره، انما الاختيارات دي ليها حد تاني، ليها ناس تانيه، ليها رؤيه تانيه، واخد بالك؟ انما تقول لي هقول لك على حاجه، ده الراجل بتاع المنتخب الاولمبي احسن منه، ميكالي، والمصحف احسن منه، ما عندوش النجوم دي ويلعب كوره. طب ما هو ميكالي برضه كابتن حازم ماشي. ما انا ده لو جه وحطيته مكان ده اقسم بالله احسن من ده. ده تغييراته النهارده تودينا في داهيه يا عمي. يا عم انا هقول لك بس، اصل الواحد دمه محروق. هو انت دلوقتي مصطفى محمد من الماتش اللي فات على المنتخب. يعني احنا قلنا الماتش اللي فات ان ما حدش بيجري ويعمل كورسات وكلام ده، من اول الشوط الاولاني وهو بيجي له شد. انت مش شايف؟ انت يا كابوريا انت مش شايف الراجل مش قادر؟ نسمى المسمى بس اسمعتك يا فيتوريا بعد اذنك كابتن، نسمى المسمى بتاعه اسمه عشان بس ايه ما نقولش ان احنا بنقلل من الشخص، لان دي حاجات مهمه جدا. ده دليل. ده اقسم بالله. فيتوريا يا كابتن، فيتوريا بعد. لا قول انت بقى، واخد بالك؟ فيتوريا. دي رقم 1. ادي مصطفى محمد. حمدي فتحي من يوم ما احترف اقسم بالله نسي الكوره، الماتش اللي فات والماتش ده، واخد بالك؟ طيب. تعالى ده دولت اللي غيروا، عمر مرموش ده ازاي يلعب على حساب اي حد في الحته دي؟ لا يلعب على رمضان ولا احمد، اسمه احمد ايه اللي في عبد القادر، لا ولا احمد عبد القادر ولا حسين الشحات ولا مين تاني اللي هو احمد بقى الاهلي بقى. لا احمد، لا احمد ايه اللي هو كان في المصري وراح فيوتشر، احمد رفعت، واخد بالك؟ بس احمد رفعت ما بيلعبش فتره فاتت خالص يا حبيبي. لا انا ما هو لما احترف وجي وعمل المشكله فقعد، بس انا بقول لك دولت هو يجي اخر واحد فيهم. دي حاجه. تاني حاجه حسام عبد المجيد ده، حط يا عم بيكهام في الحته دي، ويا عم علي جبر عشان ما عندكش حد. يا راجل بلاش، انت مش واخد محمود مرعي؟ ما تورينا الراجل ده. بلاش، انت خدت لعيبه المنتخب الاولمبي وحرمت الراجل اللي اسمه ميكالي ما يلعبش بيهم امبارح. لعبت مين النهارده؟ وفي الدقيقه كام؟ طب بلاش، انت عندك باك ليفت بس يشوف لنا اسلام، يشوف لنا الوضع الكلمه اللي انا قلت له عليها اللي قال لك هرد عليك في فتوح. انا بقول لك مصاب، احتماليه كبيره ما يسافرش مع نادي الزمالك يعني. وما يلعبش الماتش بتاع سيبك بس، يعني مش متخانق يعني. ماشي. انت قصدك متخانق مع فيتوريا؟ واخد بالك؟ قول لي بقى ايه المعلومه اللي عندك؟ عارف ان هو مش هيلعب الماتش اللي جاي، مش هيبدا. انا جات لي معلومه كده. هنتاكد من المعلومه دي. انا جات لي كده، واحد قال لي المعلومه اللي عندي من امبارح على فكره في عضلات بطنه، واحتماليه كبيره ما يسافرش مع نادي الزمالك او ما يلعبش الماتش. ماشي. ما هي يعني عشان ان هو ما توقفش، ما هو لو سافر وراح نادي الزمالك ولعب وهو ما رضيش يلعب الماتش بتاع النهارده ممكن يتوقف. طيب هنتاكد من المعلومه دي. اتاكد بس منها، واخد بالك؟ بيلاعب لي في، انت واخد محمد حمدي بتاع انبي اللي هي على عدلته رجليه الشمال، راح تلعب عليه بيكهام. انت عندك محمد حمدي اتصاب اللي هو بتاع بيراميدز. ماليش دعوه، انا بكلمك دلوقتي بتاع انبي. انا خلاص اللي اتصاب ده خلاص، واخد بالك؟ طب هو الماتش اللي فات ما لعبش ليه فتوح مثلا؟ ماشي، واخد بالك؟ تمام. عشان بس اروح للكابتن ابو لا قبل ما تروح عشان اخلص كلامي وبعد كده مش هتكلم تاني. معلش هسيب لك الملعب والله. لا عادي. لا واخد بالك؟ انا بتكلم بس على اللي كانوا على المنتخب وهو مش شايفهم وما غيرهمش. اوكي، واخد بالك؟ مين تاني؟ طارق حامد. كل ده لعيبه مش في حالتها، صح؟ لا يعني انت يعني مثلا كلمني في طريقه هو راجل ابتدى غلط. طب يعدل ايه بقى؟ ها؟ مصطفى فتحي ده يقعد اللي مكسبك الماتش اللي فات؟ ماشي. زيزو ده يخرج؟ هو بيدي فرص برضه. هيلعب على صلاح النهارده بمصطفى؟ ما يلعب. ما مصطفى محمد مش قادر يشيل رجله من الماتش اللي فات. ما يحط صلاح راس حربه زي ما قلت لك وينزل مصطفى فتحي ناحيه الرايه. بلاش نزله مكان مرموش يا عم.
صلاح هنا ويبقى مصطفى فتحي هنا، ايه المشكله؟ انت مش عايز وعندك زيزو. عدلته ايه؟ عدلت مين؟ مصطفى. فين عدلته؟ عدلته في الملعب صلاح، هي حته صلاح. لا ليه؟ ما هو اي حد كان اشول بيلعب ناحيه الليفت طول عمرنا كده، ده لسه البدعه دي لسه قريب قوي. اللي برجله اليمين يلعب ناحيه الشمال، واللي برجله الشمال يلعب ناحيه اليمين. يعني ما تجيش بعد كده تقول لي لا ما ينفعش ومش عدلته، عشان بس انا بفتكر. لا ما انت ما تظلموش، زي النهارده بتلعبوا باك ليفت، ما انت منزله بتلعبوا باك ليفت، وابراهيم عادل بيلعب باك رايت، وتقول لي ما اعرفش، وتدي صلاحيات للعيبه اصلا فاشله مش قادره تشيل رجليها. يعني انا قلت لك اهو مصطفى محمد، حمدي فتحي، حسام عبد المجيد، طارق حامد شويه، واخد بالك يعني اول مره بقول لك شويه، اللي كان بيضغط شويه وبتاع، بس ماشي غير ما عنديش مشكله. بس انت ليه اول تغييره ليك محمود حماده؟ ليه؟ نزل النهارده عمل ايه؟ الماتش اللي فات لعب 90 دقيقه عمل ايه؟